مرحبا، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تحضروني اليوم يا حلوين. انا وين عشان اورجيكم؟ انا بمكتب فيرمان. شوف، انا بمكتب فيرمان، نيمت ايلا هناك بالعرباية. فيرمان كان هون عنده شغل، وحاليا انا على الكمبيوتر عم بطلع على القناة. اوكي، وبطلع على تعليقاتكم وبقرأ فيها تاع فيديو امبارح. اوكي، في ناس عشان ارد معكم على التعليقات، علشان في اشياء حبيت اعلق عليها. في حدا حاكي لي انت وبتزور الاماكن يا ريت تحطي الاسم والمكان وين. في كتير ناس بيحبوا يعرفوا الاماكن المخفيه اللي مش سامعين فيها كتير، بس انا كاتبه اسم المكان وكاتبته كتير هيك بخط العريض بنص الفيديو، فالاسم المكان بالكسر تمام وانا كاتبه اسمه. في حدا كاتب لي المفروض اليوتيوبر اللي يقطع مدة طويلة على المتابعين اللي يلغي المتابعين الاشتراك. حبيت التعليق. اوكي، ضحكت بنفس الوقت زعلت، لانه بالعكس والاحترام لصاحبة الكومنت، في متابعين من زعلهم انهم هم بدهم الناس اللي بيتابعوهم ينزلوا فيديوهات، فمن زعلهم بيعلقوا بهذه الطريقة. بس يعني انا معكم حق، يعني انا معطيتكم الحق الكامل، انا مش زعلانة. معكم حق ان شاء الله، يعني راجعين بقوة ان شاء الله تعالى. مصطفى الحمد لله رب العالمين منيح كتير الحمد لله. عندهم مراجعة للقلب ان شاء الله قريبا بواحد الشهر ان شاء الله. بطمنكم عليهم تكونوا معي ان شاء الله بالفحص. والغطة والله مش غطة بهالدنيا والله. اشتقنا عليك، ما تطول علينا. حاضر، نورتي قناتك ما شاء الله تبارك الله. مصطفى كبر، اسم الله عليها. كوني قوية يا غدير. حاضر من عيوني. في صبية كتبت لي انه احنا ما رح تقدر تعدلي بين القناة وصغار، فحاولي تدوري على حل. لا، انا بقدر اعدل بيناتهم صراحة يعني، بس انه تعرفوا لما بتعطوا طاقتكم لشغلة كتير 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 تمام، وبتوصل نقطة انه انتوا عارفين هذا الاشي يعني مش عم بيعطيكم نفس ردة الفعل، او انه مش عم بيعطيكم مقابل الطاقة اللي انتوا عم بتقدموها لهالدرجة، فبتحسوا انه بخيبة امل، او مش خيبة امل، او بتحسوا بتعب. اوكي، فهذا اللي صار معي بالفترة الاخيرة صراحة مع القناة. كنت كتير كتير يعني شغال عليها يعني، بس ما كان في تقدم واضح وملموس هيك يعني كبير بعيوني. كانت ناس عم تكبر وبتعلى بطريقة مش طبيعية، وانا قناتي محل ما هي، فكانت كتير اشي مضايقني يعني. ان شاء الله تعالى يعني انه مكملين. فرحت انك رجعت لقناتك، الله يوفقك. بنتك شبه ستها كثير، الله يخليكم. حبيبتي الله يسعدك يا رب. وحشتينا. انا والله انتم وحشتوني. عودا حميدا حبيبتي الله يسعدك. برافو مصطفى، استمري. شو اسم المنطقة لو بدنا نحجز هيك بيت كسياح؟ بزبط طبعا بزبط. صبية بتسأل انه لو بدها تحجز بهذه المنطقة كبيت او كفيلا، طبعا بيزبط. بتدوري على السوق المفتوح اللي بتركيا بسموه صاحبندان، هلا بكتب لكم اسمه. بتلاقوا، بتدور اي منطقة بتركيا بدكم اياها بيت، فبتلاقوا مفروش يعني، او فيلل او كذا هيك يعني بتلاقوا. المنطقة كتبت اسمها باليكسر. اوكي. الحمد لله رب العالمين، الله يسعدك يا رب. اللهم صل على محمد. حاضر، ما راح اغيب عنكم. ويلكم باك، كيب جوينج. اوكي، شكرا كتير جوجو. ومن كمان اوكي لحد هون تمام. لا يعني كحد ادنى انه انا توقعت ما يجيب مشاهدات الفيديو صراحة، اني كتير غايبة، فتوقعت ما يجيب مشاهدات صراحة. فانه يجيب 1000 مشاهدة خلال يعني لسه ما كمل يوم، لسه ما خلص 24 دقيقة 24 ساعة، يجيب هيك يعني، يجيب هيك هذا الوقت. اوكي، يجيب هذا الاشي بهيك وقت، انا بالنسبه لي ممتاز، لانه اصلا كان معدل المشاهدات عندي مش كتير عاليه، كانت بين 3 و4 و5 حسب الفيديو طبعا. فانه انا بعد هالانقطاع يجيني بانه 1000 يعني 1000 متابعه يعني، لحد الان لسه ما كملنا 24 ساعه، بس خلاص 24 ساعه بنشوف كيف رح يكون الوضع ان شاء الله. انه راجعين بقوه. بدي هذا العدد. اوكي، انا ما بطلع على الفلوس. اوكي، هذه الفلوس، هاي الفلوس اللي هون، اوكي انا ما بطلع عليها، بطلع هون. هذا العدد اللي بيهمني، اللي هو متابعيني. اوكي، هذا العدد اللي بيهمني. مش ضايلنا شيء 14000، فلو سمحتوا
لو سمحتوا أي حدا مش عامل مشاركة للقناة يشارك بالقناة، وأي حدا مشارك بالقناة شيلوا الاشتراك وارجعوا حطوا مرة تانية عشان ترجع القناة هيك تعمل ريفرش، فاهمين؟ نشيل الغبر عن الوجه يعني. اوكي خلينا ننظف القناة شوي، نشيل الغبرة وننظف نشطف وكذا عشان نرجع بقوة ان شاء الله تعالى. فبس سلام نسلمكم، خليكم معي نشوف شو رح نعمل بنهارنا. بس الوقت بكير زي ما قلت لكم ايلا نايمة وانا بشتغل هون على القناة، وعندي كم شغل لازم اعملهم بالمكتب، وبعدين رح يجي هلا كمان فرما كان عنده كم شغلة ورح يروح. فبس سلام نسلمكم ونروح نجيب مصطفى من المدرسة. بس سلامتكم هاينا شغالين، ادعونا يا جماعة الخير. رحت روحنا على البيت انا وفرمان، وبعد ما جبنا مصطفى من المدرسة روحنا على البيت، وقلت له فرمان نسيت من اليوم في بازار، وانا إلي كتير يعني بتعرفوا شو يعني كتير، يعني اكتر من شهرين او اكتر من 3 اشهر مش واصل البازار، عم بروح على السوبر ماركت وبشتري اغراض من السوبر ماركت. فقلت له فرمان خلينا ننزل على يعني موسم هلا التفريزات وكذا، فخليني انزل اشوف شو في اشياء وممكن اخذ اشي افرزه يعني. ما عملت شيء يعني مثلا للتفريزات اللي هي لانه يعني اللي هي من الشتاء، عرفتوا؟ لانه بتركيا يعني ما عندنا كل شيء بموسمه، فما في انه مثلا الاردن فيها هلا صار كل شيء مثلا الزهره 24 ساعه بالسنه، دائما على طول موجوده، كل شيء صار دائما على طول موجود. عندنا هون بتركيا لا ما في يعني، فعشان هيك او اللي بيكون موجود كتير نادر وطعمه مش زاكي، فعشان هيك احنا يعني مثلا قلت خلينا اروح اشوف شو في. ما لنا اليوم بنخبص مع جأنا، ما لنا خلص انا اسفه، نفوت على الاسعار ونفوت على القصص عشان الناس اللي حابه تشوف. جبت يا جماعه هاي البندوره اللي هي الكرزيه بيحكوا لها، مش كرزيه لا هاي الطويله، عرفتوا؟ بس كتير مغبره. الكيلو كان ب10 ليرات، كتير رخيصه. هلا برا بس شفت اسعار لها بالسوبر ماركت ب7 وب8، بس كتير هيك في اشياء كتير بتعرف تنقي براحتك، بس في كتير اشياء خربانه، عرفتوا؟ هذا من البازار طازه يعني، فمبين نظيف وجديد، ما شفت شو الحبه خربانه. فالكيلو ب10، جبت 3 كيلو، راح اخلي بس شوي قدر كيلو بالثلاجة استعمال اسبوعي، والباقي راح افرمه يعني قطع عادية، يعني اقشره وافرمه واحطه بالفريزر بكاس صغيرة، شغل قلت بندورة هيك قصص، عرفتوا؟ لانه مش رائعة من صوصات هالسنة بالمرة يعني، ما بعرف ما تاكلش يعني، ناكل بس احنا ما بنستهلك يعني، مش سحيبين، عرفتوا؟ فمن عدسة صغيرة، فالاطفال اصلا ما باكلوا قصص، الحمد لله رب العالمين. جبت يا جماعة الخير موز، الموز تقريبا كيلو وجرامات، عرفتوا؟ طلع الكيلو ب45 الكيلو ب45، طلع هدول 55 كأنه اشي زي هيك. جبت يا جماعة فلفل احمر، يعني هذا الاشي يعني كل الناس عادي عم تهجم عليه هجوم مش عارفة ليش، لانه هلا موسم تفريز يعني، عرفتوا؟ فالناس تعمل منه صلصة فلفل، بيعملوا منه اشياء تفريزات صوصات كذا. فانا يعني جبت تقريبا شبه 3 كيلو، راح اعمل انا ما بفرزش صوصات وما صوصات، بقطع تقطيع زي كل سنه، بتعرفون اللي متابعني من قبل بيعرف انه غدير بس بتغسله وبتقطعه من النص، او بتقطع هاي قطعه مثلا 4 قطع وبحطها بالكياس بالتفريز بالفريزر. بصير لما بدي بطلع مثلا قطعه واحده عشان اضيف اللون على الاكل، او بضيف حبه كامله حسب شو احتياجي. اوكي، يعني تقريبا 3 كيلو هذا كلهم راح احطهم بالفريزر يعني. هلا بالنسبه للناس اللي عندها عائلات كبيره هذا الرقم بالنسبه لها ولا إشي، في ناس تشتري بالبوكس. اوكي، بس انا كبيتي انا وزوجي 2 واطفالي بيبيات صغار يعني لساتهم اطفال، فاحنا مش سحيبين، فبالنسبه لي هذا رقم كبير اصلا. المهم الكيلو الفلفل كان ب30، طلعوا تقريبا 100 وشوي. هون في نكترين و نكترين وايش بسموه دراء، اللي هو ابو فروه يقولوا دراء. انا ما اقدرش المسه صراحه لان بعمل حساسيه، بس يتقشر كتير بحبه. فجبنا خليط منه 2 كيلو، الكيلو كان ب40. نقول نرجع للاسعار عشان كتير بحكي. 10 الكيلو 10 ليرات تركي، الكيلو ب45، الكيلو ب30، الكيلو ب40، كيلو العنب ب45 آسفة 45. اوكي،
الخس خس كبيرة بس طلعت حقها 40. البقدونس والشبت، هي الشبت هون، والشبت ب10 حق الوحدة الضمة. جبت هدول صفايات عشان ابرق الشاي. اوكي. فلفل هذا كتير صغيرته، هذا الفلفل طويل بس هذا عندنا بتركيا مش حار حلو. اوكي. استغربت كنت عامله منه مخلل، بدي اشتري كمية لما شفته، ولا هو بحكي لي الشاب اصلا ما شفتوش كثير عند بسطات كثيرة. شفت هيك معدودين البسطات اللي عارض فلفل كان من هذا النوع. الكيلو ب75 ليرة تركي، يلي ما بيخافوا الله. تمام. الكيلو مش تبعون البازار ما بيخافوش الله، هذول بيبيعوا بالاصل هم بيبيعوا تبعون البازار بيحطوا ربح مش هالقد كبير عليه الاشي اللي بيبيعوه يعني. ف الكيلو ب75، جبت نص كيلو بالضبط للاكل، بس للسلطات الاكل. جبت هذا الخيار يا جماعه كتير عجبني للمخلل، طلعوا اصغر كتير صغير. هلا في اصغر. اوكي. انا ما بحبش الميني هذا هيك، ما بحبه. انا بحب الخيار اللي يكون هيك حبته الوسط، يعني شايفينها هيك. هاي الخيار اللي بحبها، شايفينها؟ هاي اصبعي قد اصبعي، شايفين؟ يعني اكبر من اصبعي شوي، بس يعني هذا الحجم اللي بحبه هيك صغير. اوكي. مش اللي هيك الميني ما بحبهم هدول. فجبت منه تقريبا 4 كيلو. اوكي. عشان بدي اعمل مخلل. مش انا بدي اعمل، لا تفكروش كثير اني كثير شاطره، حماتي اللي هتعمل لي اياه، اصور لكم بس. وهون عندكم فاصوليا خضراء. هاي الفاصوليا الخضراء الكيلو كان ب50. جبت كيلو برضه، رح احطه بالفريزر، حاطه احطه على طبختين بالفريزر. عندي بالفريزر شوي، يعني مش كتير هيك سحيبين فاصوليا. هلا الاتراك سحيبين فاصوليا كان خضراء ولا بيضة، بس انا ببيتي احنا مش سحيبين. اوكي. جبت هاي الباذنجان عشان نعمل فيه وصفة باذنجان لحم مفروم، وهي قصص يعني بحب هاي الاكلة. وجبت خيار عادي عشان السلطة والكذا وهيك. الخيار كان الكيلو هون ب40، هذا ب30 صغير. شو العكس سبحان الله، عندنا بالاردن الصغير غالي والكبير ارخص. هذا الكيلو ب40 وهذا الكيلو ب30. الباذنجان الكيلو ب20 ب15 باذنجان رخيص. الكيلو ب15. قلت لكم الفاصوليا ب50. الضمن الخضرة بالوحدة ب10. الخس ب40. شو ضل؟ ما ضل شيء، بس هاي مشتريات من البازار يا جماعة. وعندي بالثلاجة بردقان، وعندي برتقال يعني بردقان عندي بالثلاجة برتقال ومندلينا، نعمة من عند رب العالمين. وجبت بطاطا وبصل امبارح من السوبر ماركت، فأموري تمام. طبعا هاي يا جماعة النقلة شايفينها بتروح معي أسبوعين. اوكي. يعني هدول أسبوعين بمشي فيهم، فيعني بكون هلا هاي قديش كلفتني تقريبا، يعني تعدت 800 تركي ليرة تركي. 800 كم أردني، يعني أنا بحسب الأردنيين لأنه أنا أردنية، فأنا بحسب للناس اللي أغلب اللي بتابعيني أردنيين، بعرف في كتير من الدول، بس أنتوا يعني حاسبوا على النظام هذا. 800 كل 48 ليرة تركي بتعمل دينار. أوكي. فاحسبوا انتوا، احسبوا لي، اكتبوا التعليقات قديش بيطلع المبلغ ب 800 كتير صراحة مخي مسكر حاليا. عندي جلي بدي اجلي، شايفين؟ عندي جلي الغدا بدي اجلي. اوكي. وجبت كمان هذول يا جماعة مطاط، اواعي ايلا كلهم بسحلوا وفي اواعي لمصطفى بسحلوا برضه، فبدي احكي لحماتي تركب لهم مطاط، فجبت لهم مطاط الصغير هيك والاكبر شوي. فاستلمتكم المطاط الكبيرة ب20 25 كأنه صغير ب15 اشي زي هيك. والسلامة تسلمكم. ولهون يا حلوين بكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة اذا مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد عم بننزله. وشوفوا مع الغروب، شوفوا مسكر الشباك انا بس مع الغروب. بس يا حلوين لا تنسوا تعملوا لايك. اذا ما بتعمل اذا انا ما راح اعرف انه الفيديو عجبكم اذا ما نحط اللايك. بدي اشوف اللايك، انا حابه اشوف لايكات يا جماعه، من زمان مش شايفه لايكات. بدي لايكات وكومنتات حلوه كتير زيكم. وبس تصبحوا خير، يلا باي باي.